السلام عليكم إخواني الرجاء، جمهور فريق الرجاء الرياضي، منخرطين الرجاء الرياضي، مكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، مدرب السي الجناني. الحمد لله والشكر لله، الفريق ديالنا غادي في الطريق الصحيح بعد انتصار الثالث على التوالي. الحمد لله. كانت المقابله البارح كانت مقابله ممتعه وشيقه، والجمهور الرياضي اللي كان حاضر في المركب ولا عبر شاشه التلفازه استمتع بالمقابله في المستوى. وكنهني الطاقم التحكيم اللي كان في المقابله، كان طاقم تحكيم نزيه 100%. ولاحظت واحد التغيير هذه السنه في التحكيم بعد مرور 4 دورات. التحكيم غادي في الطريق الصحيح صراحه، ما بقاش كيوقعوا بحال دوك الاخطاء اللي كانت السنه الفارطه كارثيه، مع تجديد المكتب ديال مديريه التحكيم وتجديد حتى الحكام، حيت الاغلبيه ديال الحكام اللي كاينين هذه السنه هذه كلهم حكام الشباب وكيقوموا بالادوار ممتازه صراحه. ما كاين حتى شي ما بقاش داك الضغط على التحكيم الا باستثناءات، ولكن هذوك الناس اللي كيحتجوا على التحكيم غير كيبغيو يبروا الفشل ديالهم، الفشل التسييري ديالهم كيبغيو يبروه بالتحكيم. بعض رؤساء الفرق قليل جدا كيبغيو يبروا الفشل ديالهم في الحكام، ولكن صراحه الحكام كانوا نزيهين في هذا الموسم هذا، وخصوصا في هذه 4 دورات اللي دازوا. وكنتمنوا باش يمشيو الحكام في هذا الشيء اللي مشاو فيه في هذه المقابلات اللي فاتوا. والجمهور اللي كان البارح في المركب العربي الزاولي استمتع بالمقابله ممتازه صراحه، وانا كنت واحد منهم. تفرجنا في فريق اللي هو باقي خاص الفريق ما كاملش 100%، ولكن الحمد لله الفريق غادي في الطريق الصحيح. وكتفرج في الكره ماشي رباح كتفوز رباح عشوائي ولا ضربات الجزاء، ولا كانت الكره صراحه كانت واحد فرجه ممتعه. وكنتمناو الفريق باش يمشي في هذا النهج هذا، كنطلبوا من المكتب المسير باش يسرع في تعيين المدرب الاول ويكون معاه السي الجناني، لان السي الجناني حتى هو راه ولد الفرقه وكيبغي الرجاء، وفاز 3 المقابلات متتاليه راه هذا يحسب له. والقرعه ديال العصبه قرعه كانت رحيمه شيئا ما مع فريق الرجاء الرياضي الحمد لله، ولو ما كناش بغينا يكون فريق مغربي متواجد معنا في نفس المجموعه. كنا كنتمناو باش ما نتلاقاوش في مع الفرق الوطنيه، الفريق الوطني فريق الجيش الملكي، الا في الادوار الاخيره، ولكن القرعه هي هذه، وان شاء الله غادي يكون خير. وانا كنت من الناس اللي كنطلب الله باش نتلاقاو مع ساندوس ولا مع تيبي مازيمبي، لان هذوك الناس كيلعبوا الكره صراحه، تلعب معهم الكره تربحهم في الكره، ما كيديروش داكشي ديال الكواليس، عكس الفرق العربيه اللي كيكونوا الكواليس وتتكون التحكيم كيكون الضغط كيكون الضغط النفسي على الفريق ملي كيوصل عندهم من بلادهم، وكيكونوا بعد التجاوزات وراك عارف صراحه الفرق العربيه خصوصا هذو اللي كاينين معنا في
اللي كاينين معنا في دور المجموعات كيكونوا الكواليس بزاف وصعيب باش تربحهم تما ولا حتى هنا. ولكن الحمد لله القرعه كانت مزيانه، وكنتمناو ان شاء الله باذن الله تكون فريق الرجاء وفريق الجيش الملكي هما اللي يدوزوا الدور المقبل ان شاء الله. الرجاء تكون في المرتبه الاولى والجيش في المرتبه الثانيه، باش يكونوا عاوتاني ان شاء الله جوج فرق مغربيه في الادوار الاخيره. وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. الرجاء غادي تقول الكلمه ديالها، لانني كنتفرج في فريق الرجاء وكنشوف كيفاش غادي الامور، كيفاش غادي سميتو. صراحه الفريق في التحسن الحمد لله. ما كايناش العشوائيه في اللعب، ما كاينش سميتو، كاينه ضريبه. داكشي اللي كيبغي الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي. كاين دقه، كاين الكره، كاين الاهداف، كاين ان شاء الله غادي يتحسن المستوى مع مرور بعض الدورات ان شاء الله غادي يتحسن المستوى. وصراحه اي لاعب كيلعب وسط هذاك الجمهور اللي كيكون في التيران ما عليه الا يقدم ما عنده ويزيد عليه شويه مازال، لان الجمهور ديال الرجاء الرياضي كيشجع الفريق ديالو من الدقيقه الاولى، من قبل بدايه المقابله الى نهايه المقابله. وهذا يحتسب لجمهور فريق الرجاء الرياضي. وان شاء الله يكون خير، وان شاء الله التاهل للدور الربع ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي وفريق الجيش الملكي، والنجاح للكره المغربيه ان شاء الله. نتمنوا المزيد باش الكره المغربيه تبقى في ديك المرتبه اللي كانت فيها شحال هذه، ولو انها تقصت هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين. ما بقاش البطوله الوطنيه كما كان فيها الحماس، وكانت فيها الكره، وكانت فيها النديه، وكانت فيها كانت الكره. ولكن هاد السنتين الاخيرتين خصوصا السنه الفارطه البطوله ديال المغرب صراحه ما طرقتش لذاك المستوى اللي كنا كنطمحوا ليه. ولكن ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. وتحياتي للجميع الجماهير المغربيه والرجاويه بالخصوص، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.